مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. ودلوقتي هجرب معاكم ماسكارة ام. عايزه في البدايه قبل ما ابدا اقول لكم ان ام فيه اكتر من نوع وفيه اكتر من لون واكتر من شكل واسعارها متفاوته جدا، لكن كلهم تحت ال100 جنيه. قبل كده كنت جربت معاكم واحده سمراء، كانت برضو حلوه، بس دي كان حد نصحني بيها فقلت يعني نجربها جديد، وبصراحه عجبتني اكتر من التانية بكتير. انا عايزه بس اوريكم النتيجه بتاعتها. هعمل في عين وعين لا عشان تشوفوا النتيجه بتاعتها. بصوا، هي كده، وانا المفروض ما حطيتش طبقات كتيرة. شايفين اصلا فرق الشكل يعني؟ العين قد ايه بقت واسعة، وبقى فيه شكل الرموش. بصوا الفرق تحفة. عايزة اقول لكم ان في كمان تريكة، ان احنا ممكن نحط بودر على الرموش ونرجع نعمل بيها تاني، بتدينا كمان نتيجة احسن. بس ده انا بقول لكم لو احنا هنستخدمها بشكل عادي. شايفين الفرق بين اول ما ابتدينا الفيديو ودلوقتي؟ عايزاكم بس ترجعوا لشكل عيني اول ما بدأت معاكم الفيديو وتشوفوها دلوقتي. عايزه اقول لكم ان الماسكارا دي ووتر بروف، يعني ما بتتاثرش بالميه. حتى لما هنيجي نغسلها هتلاقيها بتفرول، يعني مش بتهبب، بتفرول. بس اللي تحت ده لما احنا بنحط تحت احيانا بالميه وهي بتتشد بتلاقي لون اسمر، بس الفكره ان انت لو بره ساحت منك او شمس او حاجه مش هتهبب، هي هتفرول. لما بتشيليها بالمزيل بتاع الميك اب برضو بتتشال بسهوله جدا، ما بتبقاش صعبه خالص. ده شكلها تاني، هي لونها جولد كده، مش هتلاقوا منها اشكال يعني الوان تانية. نفس الحاجة مكتوب عليها لاش دابلينج. وكمان هي كان سعرها 60 جنيه، يعني ما بتزيدش عن كده. دي اخر مرة جبتها كنت جبتها من قريب، مش من كتير خالص. 60 65 بالكتير. فلو لقيتوها هاتوها، هي بتقعد مده كويسه. اهم حاجه بلاش ان احنا لما نيجي نفتحها نفضل نعمل كده كده كده، لان دي بتقلل قوي من عمر المسكره، بتدخل فيها كميه هواء رهيبه وبتنشف بطريقه جامده جدا. وبكده يكون خلص فيديو النهارده، استنوني في الفيديو الجاي.